خرجت الكثير من التقارير الفرنسية التي تكشف سبب خسارة فرنسا لقب كأس العالم، حيث خسر الديوك الفرنسية كأس العالم على يد رفاق ليونيل ميسي والمنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي. وكان من الواضح تأثير غياب كريم بنزيما عن المنتخب الفرنسي وغياب الحلول الهجومية حتى الدقيقة 70 من اللقاء، عندما وجه كيليان مبابي أول تسديدة لمنتخب الأرجنتين في عقم هجومي واضح انفك في نهاية الشوط الثاني وفي الأشواط الإضافية لتتجه المباراة إلى ركلات الحظ الترجيحية التي حسمها رفاق ليونيل ميسي. صحيفة لوباريزيان الفرنسية قالت إن تصدي مارتينيز حارس الأرجنتين الأخير في اللقاء هو الذي حرم الديوك من الفوز على الأرجنتين. الجدير بالذكر أن بنزيما غاب بسبب الإصابة في بداية مونديال قطر قبل أن يعود ويؤكد جاهزيته لخوض نهائي المونديال، إلا أن مدرب الديوك الفرنسية ديدييه ديشامب أصر على خوض المباراة النهائية بالتشكيلة التي شاهدناها.